البريك العنابي على بالي كامل تحبوه وكامل تشهاوه في رمضان ترافقوه للحريرة ولا للشربة. حبيت اليوم نعاود نشارك معكم الوصفة تاعي ونحط لكم طريقة كاملة، ودرتها هذا الوصفة سبيسيال للمبتدئات اللي مش معرفين يديروا هذا النوع من البوراك. نخليكم مع هذا الصور ونروحوا مع بعض الوصفة تاعنا تاع اليوم اللي سهلة مهلة. أول حاجة عندي زوج حبات بطاطا يكونوا شوية كبار، نقطعهم إلى قطع صغيرة كما راكم تشوفوا، نحطهم يغلو ولا حطوهم يفوروا كما حبيتون من اللحم شوية. عندي حبة تاع بصل، كما تعرفوا أنه رانا في موسم الشتاء، يعني البصل تاع الحب مش متوفر بكثرة. البصل هذا راه متوفر، يعني خذيت حبة وحدة كنت قطعتها كما راكم تشوفوا. حطيت البطاطا تاعي هنايا تغلي، من بعد حكمت الحبة تاع البصل هذيك اللي قطعتها نحطها في مقلة، نروحو نسموها بشوية تاع التوابل ونديروا لها شوية تاع زيت متكثروش. بالنسبة للتوابل كنت درت شوية تاع آه، ثوم بودرة، ودرت شوية تاع حرور، ودرت لها غير شوية تاع ملح. يعني هذا واش نحتاج في التوابل. نحط المقلة تاعي على النار حتى وين يذبل لنا هذاك البصل. من بعد نجيب هنايا عندي صدر تاع دجاج كنت طحنته، يعني صدر شوية صغير ماشي كبير بزاف. اطحنته نحطوه نخليه حتى يطيب لنا تماما مع هذاك البصل. ما راحش يديكم وقت بزاف، يعني ما بقى 5 دقائق يطيبوا. لازم تحرصوا، لازم تفتوه البنات، يعني ما تخلوش هكذاك. كما تعرفوا انه الدجاج كي نطيبوه يعني يبقى كتل كتل، على هذاك لازم تفتوه. من جهة أخرى عندي البطاطا تاعي بعد ما طابت نضيف لها فرماج رابيل لهنايا. هي من الأحسن أنه ديروا الفرماج مثلثات، يعني هذاك الأبيض تجيكم الوصفة بزاف بنينة، ولكن أنا حبيت نديرها بالجبن المبشور هذا من نوع نابولي. هنايا كنت خذيت زيتون أخضر وأسود قطعته إلى دوائر، كان عندي معدنوس يعني قطعته، كان عندي البصل يعني حبة تاع بصل قطعتها رقيق رقيق، وعندي كما قلت لكم فرماج رابي من نوع نابولي، وعندي هذا الورق تاع ديول اللي راح نحتاجهم. يعني من الأفضل أنكم ديروا ورق الديول تاع العائلة، يعني اللي اسمهم العائلة بزاف، يعني راح يبقاو لكم مقرمشين وبزاف هايلين. واللي تفتحوها يعني من الأحسن أنكم تخلوها بها بصاشي تاعها. هنايا يعني ناخذ حبة تاع ديول ونحكم يعني نص حبة تاع ديول ثاني نحطها باش الحشو ما يخرجلناش. نحكم حوالي 2 مغارف، يعني حتى 2 مغارف ونص تاع بطاطا، نشكلها على شكل مربع كما راكم تشوفوا. يعني نبسطها فوق الحبة تاع الديول تاعنا. من بعد هنايا نحط الحشو اللي كنت خدمته تاع الدجاج مع البصل. تقدروا ديروا الكمية اللي حبيتوا البنات. من بعد نجيب البصل، وهنا البصل يعني راهو مهم في الوصفة تاع البريك العنابي، لكن قطعوه رقيق البنات. والزيتون درت يعني كنت شكلت انا درت الاسود ودرت الاخضر. هنا الكمية ديروا كيما حبيتوا البنات، حبيتوا تكثروا حبيتوا ديروا غير شوية، هذا يبقى اختياركم. نزيد نكملها بالمعدنوس، كما تعرفوا انه البريك نرافقوه للشوربة والحريرة، على ذاك ديروا معدنوس ديروا قزبر عفوا قلت لكم معدنوس. من بعد نجيب حبة تاع بيض تاعي ونفرخها، وكلمسة أخيرة ندير فرماج. كما قلت لكم من الأفضل أنه يجي الفرماج الأبيض، ولكن أنا كان عندي هذا النوع من الجبن، على هذاك درت فرماج رابي. من بعد هنا في الطوي يعني بكل سهولة راح تطوى معكم، ولكن الحاجة يعني اللي تجي صعيبة بزاف، يعني أنا نشارك معكم كلش. الحاجة اللي تجي صعيبة بزاف أنه كي تجو ترفدوا الحبة، على هذا قلت لكم خلوا كل حبة بها بصاشي تاعها، راح تسهل عليكم أنكم ترفدوها. هنايا البنات نعطيكم يعني طريقة كي تطووا الحبة، إذا حبيتوا يعني مشي غير بالحبة تصنعوا، حبيتوا تصنعوا يعني الحبة تاعكم كاملين، من بعد تقلوهم بهذا الطريقة. يعني كل حبة تصنعوها حطوا فوقها مغرف ولا فرشيطة وحطوهم على جنب، يعني وقت ما حبيتوا تقلوهم تقلوهم مشي مشكلة. هنايا نسخن المقلة تاعي
ونروح نحط الحبة تاعي اللي راح تنحط لي بكل سهولة، يعني بالكم على يديكم فقط تحرقوهم. نحط البريك تاعي يطيب، نقصوا النار يعني ونخلوها حتى تطيب تماما وتتحمر لنا. من بعد نروحو نقلبوها للجهة الأخرى. هنايا إذا حبيتو تخلوها طيب لكم بزاف، يعني هذاك البيض يطيب. إذا حبيتو البيض تاعكم ما يطيبش بزاف، يعني بمجرد أنه تصفار نحوها، نحطوها هنايا في كسكاس، خلوها تقطر، ونكملو كامل الحبات بنفس الطريقة، ونلتقي في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي تاع البريك العنابي. آه، اللي حبيت نشارك معكم الوصفة هذه بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، راح ترافقوها للشربة ولا للحريرة. كما تعرفوا أنه هذا النوع من البوراك معروف في عنابة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفة تاع اليوم. ما تنساوش لايك وابوني القناة وتشاركوا هذا الفيديو لحباباتكم باش يستفادوا هما ثاني. نقولكم إلى اللقاء، إلى موعد آخر إن شاء الله.